المنتخب المغربي يكسر عقدة المنتخب الكاميروني ويتغلب عليه لأول مرة في بطولة إفريقيا، ويتأهل لسيمي فاينل إفريقيا بعد غياب طال من عام 2004. وبونو يحقق رقم قياسي في حراسة المرمى والكلين شيت. والمنتخب المغربي بيدخل التصنيف العالمي في المركز الثامن متقدم على ألمانيا وبلجيكا. المنتخب المغربي كل خطوة بإنجاز، كل خطوة بتميز. المنتخب المغربي يفرض نفسه على أكبر منتخبات العالم ويثبت أنه هو من أميز منتخبات العالم وقادر على أنه يصنع التاريخ ويصنع المستحيل، لكنه قادر أنه يصنع التاريخ من قلب إفريقيا. اليوم المنتخب المغربي ابتلع المنتخب الكاميروني تماما، ما كان في أي لمح للمنتخب الكاميروني. المغرب سيطرت على المباراة تماما. مدرب المنتخب المغربي تعامل مع المباراة بأكثر شكل مناسب لفريق الكاميرون، واضح أنه قراهم بشكل جيد خاصة في مباراة ساوث أفريقيا اللي بينت كثير من عيوب المنتخب الكاميروني. الكلام كله كان على مبيمو والخطورة اللي راح يصنعها في مباراة المغرب، وأنه الكل يحذر منه. في النهاية حكيمي قدر يخفيه تماما، ما ظهر بالمباراة أبدا. حكيمي تعامل معه بشكل رائع، عشان كذا نقول حكيمي من أفضل لاعبين العالم وأفضل ظهير أيمن في العالم. مو تحيز اللاعب، لكن اللاعب يملك إمكانيات عالية جدا ويفرض نفسه على أي منافس. المنتخب المغربي لعب بأداء جماعي وفردي أكثر من رائع، قراءة ممتازة للخصم، تعرف كيف تضربه في نقاط ضعفه وتتعامل مع نقاط القوة اللي يملكها واحد زي مبيمو من أفضل لاعبي البريمير ليج. المباراة زي هذه حاسمة ما يظهر فيها وتتعامل معه بشكل رائع. المنتخب المغربي هو من أكثر المرشحين للفوز بهذه البطولة، متسلح بعامل الأرض والجمهور وإمكانيات عالية جدا فردية وجماعية. مبروك للمنتخب المغربي، مبروك لأسود الأطلس.